مدريد دربيات أوروبية ومحلية في الجولة 27. فلمصلحة من ستكون الجولة المقبلة في هذا الصراع الثلاثي على الصدارة؟ باسل طبال، بين سبورتس، برشلونة. ينضم إلينا مشاهدينا في هذه الأثناء لحسن سالم من مدريد مراسل قنوات بين سبورتس. لحسن، مرحبا بك. يبدو أن هذا الموسم سيكون استثنائيا بكل المقاييس في ظل الصراع الحامي الوطيس بين ثلاثي المقدمة، وقد يستمر حتى الرمق الأخير من مسابقة الليغا. نعم مهيب، وهذا ما يزيد من أهمية الليغا ومن تشويق الليغا حتى الرمق الأخير. اليوم لم نعد نسمع بتلك الأغاني التي كانت تسيطر عليها برشلونة والريال مدريد منذ البداية حتى نهاية الموسم. اليوم هناك فريق آخر في السنوات الأخيرة الذي بات يفرض نفسه وهو أتلتيكو مدريد، وبالتالي فأعتقد أن هذا الصراع القائم بين الفرق الثلاثة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد والريال مدريد مهم بالنسبة كما قلت لهذا الصراع الكبير القائم. ربما هناك أشياء كثيرة ربما هي التي جعلت ربما فريق ريال مدريد يتراجع نوعا ما ونسبيا، خاصة في المردود خارج ملاعبه، بينما هناك بالجهة المقابلة هناك برشلونة الذي أصبح ياتي على الأخضر واليابس، سواء كان ذلك بملعبه أو خارجه، بعد فترة وجيزة تراجع فيها مستواه بشكل رهيب، ولكن ها هو يعود بقوة ويفرض نفسه، بل يرشح نفسه لأن يكون الأولى بليغا هذا الموسم. بينما هناك ضلع ثالث يريد أن يكون أيضا طرفا في هذه المنافسة إلى نهاية الموسم، ألا وهو أتلتيكو مدريد، ربما الذي بدأ يعلو كعبه هذا الموسم، عاد إلى مستواه ربما بمفعول ربما التعاقدات التي قام بها الفريق، خاصة في الفترة الصيفية بوصول خوليان ألباريث الذي أصبح يعطي ربما أكثر مما كان يتوقعه. اليوم في لقاء حصري لبين سبورت مع المدرب سيميوني صرح وقال إن خوليان ألباريث أعطانا أكثر وأصبح يعطينا أكثر مما كنا نتوقعه، وبالتالي فعلينا أن نساعده حتى يواصل في هذا النوع من العطاء الكبير. إذن المواجهات كبيرة وكبيرة جدا بين الفرق الثلاثة. كنا نتمنى أن يكون هناك رابعا، ولكن إلى حد الآن ما زال عمر الليغا طويلا، وسنشهد ربما تحرك آخر للكراسي. جيد. لحسن، بعيدا عن الصراع المحتدم في صدارة الليغا، يبرز في الأثناء الديربي المدريدي الواعد بين ريال وأتليتيكو في دوري الأبطال تشامبيونز ليج. ما هي القراءة الأولى في الإعلام الرياضي الإسباني بخصوص هذا الصدام المنتظر، وهل يأتي برأيك في وقت مناسب بالنسبة للفريقين؟ نعم، في اعتقادي ربما ما هو واضح في هذه الآونة على ضوء النتيجة الأخيرة بالنسبة لأتلتيكو مدريد بملعبه بالفوز على فريق لم يخسر منذ الهزيمة أمام جيرونا ألا وهو بيلباو. أعتقد أنه بهذا الفوز وبعد ذلك أيضا بالخسارة المدوية لريال مدريد يصل ربما ريال مدريد أتلتيكو مدريد بمعنويات أفضل، وهناك بعض الصحف التي جعلت أتلتيكو مدريد ربما هو الأوفر حظا لنيل الرهان الأول بينه وبين ريال مدريد، حتى وإن كان ذلك على ملعب الريال مدريد. ولكن لا يجب أن ننسى ولو لهنيها أن الريال مدريد في دوري الأبطال ليس الريال مدريد في الليغا،
دائما كلما تبدأ نغمة تشامبيونز ليج إلا ويتغير ريال مدريد ويصبح مفعوله كبير ويغير شفرة المواجهات بالنسبة له، ولكن هو يواجه هذه المرة فريق لم يتغلب عليه هذا الموسم في المباراتين السابقتين في الليغا، وبالتالي فأعتقد أننا سنكون أمام مباراة مثل ما قال المدرب أنشيلوتي في الندوة الصحفية اليوم. نعم. أن هذه المباراة الأولى لن تكون حاسمة، بل سيؤجل الحسم إلى مباراة العودة. لحسن سالم مراسل قنوات بين سبورتس من مدريد، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادات.